محدش يقول لي ان الشغل اللي الزمالك عمله في الشوط الاول عشان فريق رينجرز ضعيف، لان الزمالك لعب الاولمبي والحرس والنصر للتعدين وقدم 3 مباريات مأساوية بكل المقاييس. الحقيقه ان الزمالك الشوط الاول من مباراه النهارده هو احسن شوط قدمه الزمالك من ابوح من الزمن، لان الكابتن حلمي والاول مره قرر انه يغامر ويلعب زي ما لساننا دلدل من زمان واحنا بنهاتي معاه ان فرق كتير ما تستاهلش نلعب قصادها بديفندرين وكفايه عليهم طارق حامد ومربوحه كده. الزمالك بيبدا على الورق 4-2-3-1، الشناوي، علي جبر واسلام جمال، على يمينهم اسامه ابراهيم وعلى شمالهم احمد فتوح، في نص الملعب طارق حامد على الدايره، قصاده في المساحه ما بين الدايره ومنطقه جزاء رينجرز محمد ابراهيم، قصادهم مصطفى فتحي على اليمين، ايمن حفني حر طليق فنان مبدع، وعلى الشمال نادرا وفي العمق غالبا ستانلي. تحت مكسب الزمالك السنه دي حسام باولو. بداية مفيش احسن من كده، ضغط ايه وانتشار ايه وانقضاض ايه واصرار ايه، حاجة ما يتحكيش عليها لازم تتشاف. وعلى غير العادة مؤخرا ستانلي بيتقدم للزمالك بدري بدري بهدف طبيعي وبديهي بعد البداية الصح اللي عملها الزمالك. استنوا كده، ايه ده الجون جاي من كورنر، انا مش مصدق عيني يا لمبي، اخيرا الزمالك بيجيب جون من كورنر. لا اكيد انتم مخبين عليا حاجة، بس المؤكد ان السبب المباشر والرئيسي في الجون ده هو افتقاد فريق رينجرز لجهود احمد سامي في خط دفاعه. اللعبه هي يا ربي بتاعت ماتش المقصه، اسامه ابراهيم بيرفع، ستانلي بيطير، جون غالبا ستانلي كان بيعيد التراي بتاع ماتش المقصه عشان يورينا كانت هتيجي ازاي لولا احمد سامي. كابتن حلمي، شفت الحكايه بسيطه ازاي؟ ستانلي بيجيب اجوان لما بيدخل جوه، مش كيمياء خالص. قول ورايا يا كابتن حلمي، ستانلي مش وينج، ستانلي مش وينج، ستانلي مش وينج، ستانلي مش وينج. بعد الجون سيطرة واضحة وصريحة من الزمالك، وتحس ان اللعيبة عاوزة تمسح الصورة اللي ما يعلم بيها الا ربنا اللي ظهروا بيها في الفترة الأخيرة. فلقينا تحركات من غير كورة واوفرات من اليمين والشمال واندفاع هجومي وتحركات راس حربة محترم من باولو مع مساندة من ستانلي، كل ده برعاية أيمن حفني ومصطفى فتحي. وربنا بيكافئ حسام باولو على مجهوده بأول أهدافه الأفريقية مع الزمالك. الصراحة كل المباريات اللي لعبها باولو مع الزمالك من يوم ما جه كان له بصمة فيها، سواء بجون أو أسيست، وعلى طول تحس بخطورته وإنه رايح على الجون. الراجل ده اتولد عشان يكون مهاجم هجام في ريحة عبد الحليم علي. آخر ربع ساعة من الشوط كانت جرعة مركزة من السيرك والمدرسة بتاعت زمان اللي كنا قربنا ننساها. إيه ده؟ طب ما هم نفس اللعيبة اللي بتشلنا كل ماتش تقريبا، ما انتوا عندكم من الصنف ده لسه اهو. ليه بقى وجع القلب اللي معيشين الناس فيه لدرجة اننا افتكرنا ان ما عندكوش وانتوا عندكوا جوه؟ وكان من الطبيعي بعد افتتاح السيرك ان ايمن حفني لازم يقدم فقرته. حته دين جون يا ابن اللعيبه. ايمن ملك الغير متوقع اخد سرو محمد ابراهيم واخد المدافع في ظهره والجون طلع عليه على اساس انه بني ادم عادي يعني هيرزع او يرقص، انما على مين؟ هوب لوب في مسافه صغيره من خرم ابره، جون مصحوب بشهقه. ليه كده يا ايمن؟ ليه كده يا حبيبي؟ دول ضيوف عندنا برضه. يا عيني عليك يا ابني لما الغزاله بتبقى رايقه وبتبقى ليله يا عمده، لما ايمن ومصطفى بيقربوا من بعض ويقرروا انهم ايه؟ طب انا راضي ذمتكم بالله عليكم، ينفع كوره زي دي ما تدخلش جون وتتنسي زيها زي اي لعبه عادي كده؟ مكانها كان لازم يبقى جوه عشان تتسجل للتاريخ والاجيال اللي جايه. بس هنقول ايه؟ كوره مش عارفه مصلحتها فين. وللاسف بينتهي الشوط الاول زي اي حاجه حلوه ما بتنتهي بسرعه، وسط هواجس وكوابيس زملكاويه ان الكابتن حلمي يلعب في الفرقه بين الشوطين. والحمد لله حلمي ساب الفرقه في حالها من غير اي تغيير، وستانلي بيبدا الشوط بانفراد عشان يفكر حلمي انه خطير لما بيلعب جوه. كابتن حلمي قول ورايا تاني، ستانلي مش وينج، ستانلي مش وينج، ستانلي مش وينج، ستانلي مش وينج. ايه ده؟ ازاي كده؟ هو في كده؟ ولو في كده يبقى بالشكل ده؟ هو انت ما بتكبرش حد ابدا يا ايمن؟ طلع من الكادر خالص ورجع تاني اخدها من ورا الواد عادي جدا. ده انا حتى حسيت ان مدافع رينجرز انبسط والود وده يروح لايمن يقول له تاني والنبي كمان. بعد اللعبه دي مباشره حصلت حاجه غريبه جدا. ستانلي اخد باص طارق حامد ورمى الباك ورا ظهره ودخلت 18 فزقه. الغريب والعجيب ان الحكم حسبها بلانتي عادي كده يتزق فتتحسب من غير فزلكه ولا فلحسه. ده انا كنت بدات اقتنع ان فقره ضربات الجزاء للزمالك حذفوها من القانون عندنا. لا احنا لو اتعودنا في افريقيا على كده هينسونا الفخايده اللي عندنا في التحكيم المصري الجميل. ماشي يا عم الحكم كلك ذوق. والفخايده جميلك ده فوق دماغي، من فوق دماغي يا سيد الناس.
وما زال مدافع رينجرز بيجري ورا ايمن بيتحايل عليه يعملها فيه تاني والنبي تاني، لكن الكابتن حلمي بيقضي على احلامه. وبندخل مرحله الكيمياء والافتكاسات، ويتدخل الكابتن حلمي بالتاتش بتاعه عشان ينهي الحلم الجميل ويحوله فجأة لكابوس، وينهي المباراة إكلينيكيا في الدقيقة 60 بخروج أيمن حفني. ألطم حفني فايق ورايق وجايب جون وعامل شو، لو مش مصاب يبقى حسبي الله ونعم الوكيل. ومن اللحظة دي انتهت المباراة بالنسبة للزمالك وبدأت بالنسبة للرينجرز. فكابتن حلمي حب يجود على التاتش، فنزل ابراهيم صلاح مكان مصطفى فتحي عشان يمسك نص الملعب. هو بس السؤال، امتى حضرتك اتزنقت وكنت محتاج تمسك نص الملعب ونزلت ابراهيم صلاح ونجحت انك تمسك نص الملعب فعلا؟ بالمناسبة طارق حامد لما كان بيلعب لوحده على الدايرة 70 دقيقة كان قافل نص الملعب ضبة ومفتاح، ولما نزلت له ابراهيم وبقوا 2 رينجرز نكب نص الملعب وسيطر كمان. وبدأت تظهر لرينجرز ملامح هجومية بعد ما ريحناه دفاعيا، ايشي شوطة وشي اسلام جمال بيتدخل في اخر لحظة. وطبعا الزروطة دي كان لازم تختم بجون يشيع جو من التوتر في مباراة العودة. بدل ما نزود الاجوان ونصعد من هنا، لا ودي تيجي ندخلهم الجيم تاني ونديهم امل في مباراة العودة ونكهرب الدنيا. ما احنا لو خلصنا بدري نتحرق. ومن لحظة بداية التاتش وتجويد التاتش اتقلبت المباراة لجو مباريات الاعتزال بالنسبة للزمالك، وما وصلش حرفيا لجول رينجرز غير بهجمة وحيدة ضيعها باسم اللي نزل بدل باولو في لحظة تجويد التاتش. وبدخول المباراة امتارها الاخيرة العشم قتل فريق رينجرز انهم يرجعوا للمباراة بعد الجول اللي جابوه، فتلاقي كرة في العارضة وهجمات من كل حتة من هو نفس الفريق اللي كان ممكن تشيله 6 أو 7 مرتاح لو ما كنتش قررت انك تشغل مخك. بالمناسبة مش شرط انك تغير اساسا طالما الفرقة ماشية كويس من غير مشاكل. الخلاصة ان حلمي سحب افضل 3 في الملعب، وبالمناسبة جايبين 3 اجوان، ومستعد احلف لو كان عنده تغيير رابع كان سحب ستانلي. بالخبرة والرحلة الطويلة في دماغ محمد حلمي لو هيطول مع الزمالك، وده مش هيحصل واعتبره ده وعد مني، لازم يبقى معاه مدير فني للتغييرات، عشان انا مش فاكر اخر تغيير صح عمله كان امتى، والعظمة كبرت والصحة ما عادتش مستحملة.